الخير على أحلى شباب كتابي شبابي. النهارده ميعادنا مع كورنثوس الأولى 4. كورنثوس الأولى 4 هو بيكمل على كورنثوس الأولى 3 اللي كان بيتكلم فيها عن الوقفة قدام كرسي المسيح وتقييم دوافعنا وكل اللي عملناه في الحياة. في كورنثوس الأولى 4 بولس بيركز على 3 حاجات الله بيشوفهم في الإنسان اللي عايش على الأرض، و3 حاجات بيحكموا على أمانتي وعلى حياتي وعلى خدمتي. في 3 حاجات بيحكموا فيا. البشر بيحكموا عليا وعلى أمانتي وعلى خدمتي كوكيل لله على الأرض في الحاجات اللي وكلنا الله عليها. مش بس البشر بيحكموا عليا، أنا كمان ضميري بحكم على اللي أنا بعمله وعلى حياتي. والحاجة الثالثة والأهم في عدد 5 لما بيتكلم إن إحنا هيجي يوم الله يكشف فيه كل حاجة في حياتنا. أتمنى من قلبي إن إحنا نكون أمنا في حياتنا، لأن في يوم من الأيام هتتكشف كل حياتنا قدام الله. ربي يبارككم ويومكم سعيد.